السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم لوبيا خضراء بطريقه سهله وبسيطه جدا، تجي بنينه بزاف. لوبيا باللحم، تقدري ديريها بالدجاج. تابعي الفيديو للاخير، متاكده اللي راح يعجبك. في قدر كميه مليحه من الزيت، لما يسخن ديري قطع من اللحم اللي يكون فيها الشحم، قليهم جيدا. ثم كميه مليحه بصل شرائح، كميه مليحه ثوم اذا رابيتيه ما تلوحيهش في الاول باه ما يتحرقش. قلي البصله تاعك مليح. ملاحظه، تقدري ديريها بالدجاج كما تقدري ما ديري والو، لكن في هذه الحاله تزيدي كميه الزيت باه ما يجيش الطبق تاعك ناشف. من بعد زيدي كميه من اللوبيا الخضراء، كنت فورتها نصف تفويره. كل ما تفوريهاش راح تطول في الطياب، خاطرش هذا الطبق ماناش راح نديرولو الماء. اذا ما حبيتيش تفوريها زيدي للطبق تاعك حوالي نصف كاس ماء، لكن مش في المرحله هذه حتى نخلصوا التقليه تماما. ثم نزيدو حبه جزر، كميه من البطاطا مقطعه بهذا الشكل. زيدي قليهم مليح، كل ما قليتي كل ما تجي بنينه. زيدي كميه من الطماطم، ملح، فلفل اسود، زعتره، كركم، فلفل احمر. خلطي كل المكونات. تقدري تزيدي لها ملعقه طماطم مصبره اذا كنتي تحبي الماكله حمراء، ومن بعد غطيها تماما وخليها على نار هاديه. هاي اللوبيا تاعنا بعد ما طابت، شوفوا الخضار كيفاه طابت بلا ما نزيد لها الماء. خليتها مغطيه، ما حليتش عليها باه تطيب في البخار تاعها. ما تخلطيهاش ثاني باه ما يدقدقوش الخضار ويفقدوا الشكل تاعهم. نتمنى يعجبك الفيديو تاع اليوم، وشهيه طيبه.